نحن الآن في محافظة الإسكندرية وبالتحديد في منطقة شوتس بلوك 2 وبلوك 3. تحت هذه البلوكات هناك مأوى في مساكن شوتس بيسكن فيها ناس، وهذا المنظر الذي شاهدته اليوم من داخل بلوكات 2 و3 في مساكن شوتس هي منظر غير آدمي على الإطلاق. الصرف الصحي حينما ارتفع منسوبه عن المعدل الطبيعي بدأ هذا المنسوب يدخل إلى هذه البلوكات تحت الأرض، مما أدى إلى مشهد غير لائق إنسانيا ولا ليس به أي نوع من الإنسانية. هنا اللي بقاله 13 سنه واللي بقاله 10 سنين واللي بقاله 20 سنه واللي بقاله على درجات من القناه المحموديه واللي جاي من على السكه الحديد واللي جاي مش عارف ايه، اخلق داري ازاله وجابونا هنا على اساس ايواء مؤقت 3 شهور او بتاع ويسكنونا. فبعد بقى اللي بقاله بقى كده واللي بقاله كده لمده ال 20 او 25 سنه انا عن نفسي بقالي 13 سنه. وفي غيري بقى له 17 وفي غيري بقى له كده وفي غيري، فكل سنه وكل شهر يقول لك ايه ايوه بيبنوا مساكن، ايوه ما فيش مساكن، ايوه مش عارف ايه، ايوه ايه ايوه ايه، وتطلع الميه منسوب الميه 10 سم 20 سم بتاع، والايام ديت والسنه ديت وصلت لمنسوب الميه لنص متر، يعني قايم من السرير وايدي جت في الميه، ميه مجاري يعني ميه زفت، انا مش قادر الفظ اللفظ الوحش ان ميه القرف. واخدت بال حضرتك؟ في حشرات من اجود انواع الحشرات عندنا، وفران وعرس وبتاع، الثلاجه فيها صراصير، البوتاجاز فيه صراصير، الاكل فيه صراصير، العيش بيخش فيه صراصير، كل حاجه. مراتي وهي رايحه دلوقتي اذاعه الصرصار مطلعه من قفاها جاي معانا رايح لكم على الاذاعه هناك. طبعا اللي معاه بنت واللي معاه ولد ايا كان بنت او ولد من حق ان كل واحد ينفصل لوحده في النوم، لا بنبقى كلنا مع بعضنا، لا نعرف ناكل ولا نشرب ولا ننام، بيبقى اكلنا وشربنا والمذاكره وحياتنا كلها على السرير. فوق كل ده الميه كمان تيجي تطلع لنا فوق السرير. انا عايز اعرف يا دكتور اذاكر ازاي؟ ولا هو الكليات والدراسه للاغنياء بس اللي عندهم مكان؟ ما هو ده نفس الموضوع، الكتب اتبلت، مش هو من حقي برضه ان انا المكان انا واخداه علشان الكليه، كتب اتبلت والكتب باظت، واديني اهو في ايام الامتحانات الميه لما طلعت انا بذاكر ازاي؟ بشيل الميه في المجاري، هعمل ايه؟ والناس عندها عيالها برضه. امك اتكلموا عن وامي عندها 80 سنه و70 سنه وبتشيل الميه، والناس ديت عندها عيالها وفي مدارس. هو اللي بيتعلموا دول الاغنياء بس عيالهم بيتعلموا، عيال الفقراء بلاش. لسه والده هو الميه نازله علينا انا وامي على عينها ميه بيضه من الميه، وخالتي عندها الازمه من الميه، ورجل خالتي باظت كلها. انتي ولدتي ازاي جوه الميه دي وفي الاوضه الصغيره؟ ايوه الميه ما معناش فلوس وما معناش حاجه، والميه عايمه علينا وما فيش حته اروح فيها. انا ساكن في العلو، بس حرام الناس دي كل يوم يشيلوا ميه، وبنات متجوزه وبنات يعني شوارها بايظين، وناس كبيره، يعني انت تشوفي الناس يصعبوا عليكي. انا وجوزي وخمس افراد معايا في الاوضه، والميه غرقت نص الدولاب وكسرت 2 الدولاب، الميه مش عايزين نخلص منها الميه. بقالنا اسبوعين جرانين. جوزي قاعد في المستشفى 6 شهور من عدم الميه، من عدم 6 شهور من عدم الميه، وكل ما يتصل بيه ما حدش يجي فقط. الميه في الارض، النيش من كتر الميه وقع التلفزيون في الميه، وقع على السرير، والميه وصلت لغايه السرير، مش عارفين نعيش. بقالنا 17 سنه على الكلام ده، ومعايا 3 اخواتي، انا عندي 29 سنه قاعد مع عمي وابويا. هنعملوا ايه اكتر من كده؟ مراتي ماتت من النومه اللي احنا فيها دي بسبب ايه؟ الكاميرا وقعت عليها، الكاميرا وقعت عليها بالعريسه كاميرا ايه بتاعت التابه تيجي تشوفيها، تعالوا شوفيها. مش عارفين نناموا، بقالي 3 ايام نايمه في الشارع. وقعت على دماغه كاميرا امتى؟ وهنا رحت عملت محضر ونزلت هنا قبل الثوره وما عملوش حاجه. والنهارده عامل ايه في الميه؟ نايم في الميه، تعالي شوفيها. نايمين في الميه بقى لنا 3 ايام في الشارع. ينفع الكلام ده؟ يرضي ربنا يعني؟ لا انا رحت لعادل لبيب قبل كده، بعت لي رئيس الحي قال اديك بمحطه الرمل الشقه، قلت له لا انا مش عايز شقه في محطه الرمل، انا عايز شقه زي الناس اللي هتاخدها، مش لوحدي، دول 45 شقه. قال لي يعني اعمل لك ايه؟ طب هو بعت لي عادل لبيب، بعت لي ليه؟ قال له شوفوا عايز ايه؟ انا 5 افراد في اوضه، 5 افراد في اوضه، بقالنا النهارده 21 سنه من 81
واخدين مني بيت 3 ادوار، مش بيت اوضه، بيت 3 ادوار وقالوا ازاله. قال هنديك الاوضه دي مده شهرين. الشهرين ما شفناش حاجه، بقالي 21 سنه فيها. ايه طلباتك؟ الطلبات ان عايز امشي من هنا. يعني هم ما يحضروش غير لما يقع البلوك. يعني لما يقع البلوك يعني الناس تحضره. احنا مش شايفين حد. الميه وصلت تحت الارض 1.5 متر. ما ينفعش. احنا عايزين يعني يرحمنا شويه، في مساكن يدينا منها نمشي عشان خاطر عيالنا، احنا مش مهم بس عشان خاطر عيالنا ما تتبهدلش. معايا 5 غير ابوهم هم. بقالك قد ايه في الحوش؟ بقالي 6 7 سنين هم عيالي هم. ايه المشكله؟ الميه كده عشان الكاميرا. الميه بنقوم الصبح بدل ما يروحوا المدارس بيحطوا رجليهم وبيغطسوا في الميه. مش عارفه النهارده معدهم بالمدارس بسبب الميه. هيروحوا ازاي لما تكون عيله غرقانه ميه مجاري؟ لغايه الان بقالي 17 سنه راميين الرميه السوداء دي. الميه الان ايه؟ معايا راجل عنده 28 سنه ماشي، وعندي 3 بنات عرايس. تعال فرجي بص الجب ده ما يرضيش حد. واللي انت المنظر اللي شفتيه ده بيهم ازاي في الاوضه الصغيره؟ هعمل ايه طيب؟ قولي لي هروح اشتكينا. انا بقول لك 4 محافظين وكل ما نروح استنى المره الجايه دورك لسه ما جاش.